تعالوا بقى النهاردة هنعمل كحك العيد الدايب بطعم زمان كده وبالسمنة المقدوحة زي ما كان امهاتنا كده بيعملوه، وتورثنا عمايله من جيل لجيل بدون اي اختلاف ولا اضافات ولا كمان روايح. فيلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة كده بيكون معانا كيلو كده من الدقيق المنخول، هضيف عليهم رشة كده من الملح ومعلقة ونص كده من السمسم المتحمص ومعلقتين كده من السكر ونص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. هقلبهم كده مع بعض لحد ما يختلطوا كل المكونات الجافة مع بعض. هعمل كده فجوة في النص عشان ابتدي اضيف السمنة. على كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة، اي نوع سمنة بتفضلوه. انا هنا بكون قدحاه كويس يعني لدرجة الغليان زي ما انتوا شايفين كده، وبنزله على الدقيق مباشر وهبتدي اقلبه بقى كده واحدة واحدة. في المرحلة دي نخلي بالنا كويس عشان ما فيش اي سمنة تيجي على ايدينا ولا على وشنا، لان السمنة بتكون مغلية بالشكل ده. هبتدي بقى اقلبها لحد ما كل السمنة تتشرب الدقيق بقى كده بالشكل ده. وهبتدي هنا ابس بقى كده الدقيق كله ده بايدي. بصوا هنا العجينة بتكون لينة يعني كده شربت السمنة كلها، فببتدي بقى افركها كده بايدي. ده كده البس ان انا بخلي كل حباية كده من الدقيق واصلة ليها السمن. هنا في المرحلة دي بقى هبتدي اضيف بقى السوائل. جبت بقى كوباية من المية عليهم معلقة صغيرة كده من الخميرة، ده للكيلو الدقيق. هنا انا مضاعفة الكمية، فهبتدي بقى احط نص الكوباية كده بالتدريج، مش هحطها كلها. للكيلو الدقيق بياخد كوباية كده من المية دي سوائل بس. لو حسيتوا ان الدقيق محتاج ممكن تضيفوا، بس تضيفوا كمية بسيطة. ضفت بقى نص الكوباية التانية وهوريكم يعني ازاي نوصل لمرحلة ان هي خلاص مش محتاجة سوائل بالشكل ده. انا كده عجنتها شوية في الكحكة لما بتكون مشققة بالجنب. هي مش محتاجة سوائل بس بتكون محتاجة دعك كويس، يعني ان انتوا تدعكوها كده بايديكم. وبعدين هكورها بالشكل ده وهبصمها. طبعا شايفين مفيش اي تشقق. هبتدي بقى احضر الحشو. جبت بقى ملبن ممكن تحشوه بقى يعني مكسرات اللي انتوا حابينه. كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو ملبن. واحط عليه كده معلقه كده صغيره من السمنه وادعكه كويس واكوره بالشكل فوق كده بالشكل ده رول. وهنبتدي بقى ناخد كل قطعه صغيره على قد الحجم اللي انتوا حابينه، يعني ممكن تخلوها كبيره ممكن تخلوها صغيره. بنضيف بقى قطعه الملبن وبنقفلها كويس عشان الملبن ما يخرجش ويسيح وينشف معاكم. وهنبتدي نبصمها بالشكل ده. عملت بقى كمان واحدة. هبتدي بقى اخد قطعة كده من العجين واعمل لها فجوة واحط فيها بقى قطعة كده من الملبن واقفلها بالشكل ده كويس جدا. هبتدي ممكن كمان ارصهم ورا بعض وابصمهم بالشكل ده. هكون بقى محضرة السجان بقى جنبي وابتدي ارصهم بالشكل ده واخلص كل الكمية. هدخلهم فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لحد ما كده يحمروا من تحت، وابتدي اشغل الشوايه ياخدوا لون كده من فوق. نخلي بالنا كويس وهو في الفرن عشان تلاقوا تسويه مظبوطه ولون مظبوط كمان. طبعا شايفينه قد ايه طالع جميل كده وشكل البصامه يعني واضحه فيه. هبتدي كمان افتح معاكم واحده. شايفين كمان لونها من جوه عامل ازاي، متحمصه كده وشكلها حلو جدا علشان احنا بسينا السمنة كويس في الاول وقدحنا السمنة فادانا النتيجة الحلوة دي. وهيطلع معاكم كمان كحك دايب كده وماسك نفسه، يعني مش هيكون دايب لدرجة ان احنا ما نعرفش نشيله. لا احنا نستنى شوية لحد ما الصجان تهدى والكحكة تهدى كده من السخونية، وبعدين نعبيه بقى في علب محكمة الغلق عشان ما يطراش منا ويفضل محافظ كده على القرمشة. ما تنسوش بقى لو وصلتم لحد هنا فولو لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. دمتم في رعاية الله.